الفيديو ده مهم جدا لأنك هتعرف قد إيه أهمية قيمة بلدك ودورها المحوري والتي تستحق أن تفتخر بها، لأن الكل خسر وفازت مصر. لأن وأنت تشاهد الآن عودة الفلسطينيين لديارهم في شمال غزة تدرك أن المنتصر الوحيد الحقيقي هو إمبراطور الخطوط الحمراء الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي نجح في تفكيك مخطط التهجير المرسوم بعناية وفي أفضل تطبيق لاستراتيجية نصر بلا حرب. السيسي بعبقريته الحربية وحكمته السياسية هو أفضل قائد عسكري في التاريخ الحديث، لأنه يستطيع أن يستخدم معارك السياسة لحسم معارك السلاح دون أن يطلق جيشه طلقة واحدة أو أن يغامر بدماء ومقدرات شعبه. ويلا بينا عدوا معايا كم مخطط كان بيحاك ضد مصر، والسيسي بفضل الله أفشل كل المخططات دي. التوطين والتهجير والوطن البديل في سيناء فشل. تعليق الملاحة البحرية في البحر الأحمر وقناة السويس فشلت. غلق مضيق باب المندب فشل أيضا. شن حرب دعاية ومعنويات ضد المصريين وأكاذيب بأن الدولة المصرية تشارك في مجاعة غزة فشلت. فاكرين ولا إيه؟ مخطط الحصار الاقتصادي لمصر فشل. مخطط الفوضى الداخلية بالتزامن مع الأزمة فشل. ابتزاز مصر فشل. تطويق مصر فشل. توريط مصر أو جرها لحرب فشل أيضا. لو بصيت بمنتهى الحياد بميزان السياسة والعسكرية والاستراتيجية على أطراف الأزمة ومسرح عمليات الشرق الأوسط، هتلاقي كل الأطراف المشاركة فشلت وخسرت باستثناء مصر. عشان كده ترامب لما قال هيزور مصر الأحد، ده عشان إنه بيطبق مع مصر دلوقتي جملة مهمة جدا قالها هنري كيسنجر يوم ما زار مصر بعد وقف إطلاق النار في حرب أكتوبر سنة 73. وكان واضح للعالم إن المارد المصري انتصر وفاجئ الأمريكان قبل إسرائيل هنري كيسنجر ساعتها، لأنه قال أمريكا تحب الأقوياء، أمريكا تحب التعامل مع الأقوياء. عايزكم تسترجعوا الأحداث معايا كده وفتشوا مين اللي خسر ومين اللي انتصر في حرب طوفان الأقصى بدون انحيازات. أسهلها عليكم وجاوب أنا؟ ماشي. أولا، إسرائيل فشلت في تنفيذ الهدف الرئيسي من العملية، لأن الهدف هدفهم لم يكن عودة الأسرى، ولكن كان تهجير 2.5 مليون غزاوي إلى الوطن البديل إلى شبه جزيرة سيناء. وكان هيحصل مع التهجير ده إنه كان هيتم فتح الباب للسيطرة على ميناء غزة وبدء حفر قناة بن غوريون وسيطرة تل أبيب على حقول غاز غزة، وتطبيق اتفاقية دبي حيفا، وإعلان بدء إسرائيل تنفيذ الجزء اللي يخصها في الممر الهندي الصهيو خليجي الأمريكي. المهم عشان ما تعبكوش بمصطلحات معقدة، إن إسرائيل فشلت في كل ده، وبالتالي إسرائيل خسرت الحرب، ونتنياهو والأحزاب الدينية فشلوا في ده أيضا، وبالتالي أصبحوا كروت محروقة. ثانيا، حركة حماس النكسة تسببت في تدمير القطاع واستشهاد 65 ألف، وأصبحت تتفاوض الآن على سلاحها وبقائها في الحكم الذي أصبح على المحك وفي إطار المرحلة الثانية من الهدنة. ثالثا، أمريكا، وركزوا معايا في النقطة دي لأنها مهمة، أمريكا كانت عايزة عسكرة البحر الأحمر وتدويل مضيق باب المندب واحتلال خليج عدن. أمريكا أيضا كانت عايزة البحر الأحمر يتم غلقه تماما ويبقى البديل المؤقت لطريق رأس الرجاء الصالح لحد ما يتم افتتاح الممر الهندي عشان يبقى طريق الحرير الصيني انتهى. ولكن طريق الحرير الصيني ما زال قائم، والبحر الأحمر مفتوح للملاحة البحرية، وقناة السويس ما زالت تعمل بكفاءة ولا تزال مشاريع تطويرها قائمة، بل والبحرية الصينية منتشرة اليوم في البحر الأحمر. أمريكا كانت عاوزة تمتلك قطاع غزة وتعمل نقطة تمركز عسكرية جديدة في الشرق الأوسط، وكل ده سقط بفضل الله وبفضل مصر. رابعا، إيران، لأن إيران مولت وسلحت، وكانت النتيجة أنها خسرت كل أذرعها في سوريا ولبنان وفلسطين المحتلة اللي كانوا بيمثلوا نفوذها الخارجي، ويدها ضاربا كمشت وتقلصت قدرتها العسكرية تماما. وللعلم بمجرد هدوء جبهة غزة ستشتعل جبهة إيران من تاني. عشان كده إسرائيل لم تهزم أمام حماس، لأن الطرفين خسروا، وللأسف اللي دفع ثمن طوفان الأقصى كان الشعب الفلسطيني في غزة. لكن إسرائيل اتهزمت رسميا في حرب حديثة أمام مصر. فتش عن اللي خرج من الأزمة بأقوى مما بدأت، لأن سياسيا موقف مصر في الإقليم بقى أقوى بعد الاتفاق اللي تم برعايتها وعلى أرضها، وعسكريا وضعنا بقى أفضل خصوصا بعد دخول قواتنا كامل سيناء ولن تعود، والتحرر من الالتزامات السابقة المقيدة. فتش وانت تعرف مين اللي انتصر لمصر، أو من الذي انتصر لمصر والمصريين والقضية الفلسطينية وكل حر في الشرق الأوسط أمام أكبر مؤامرة غربية للقضاء على رأس حربة الخير في الشرق أمام الغرب منذ بدء الصراع الدولي وحتى هذه اللحظة. منذ فجر التاريخ عاشت مصر، الدولة المصرية العظيمة. تحيا مصر.